اهلا بكم. اليومين دول بيتردد كلام كتير قوي عن الافروسنتريك وعن فيلم كليوباترا اللي بتنتجه منصة نتفليكس واللي طلع فيه كليوباترا سمرة. طيب هل الموضوع ده ليه علاقة باللاجئين الافارقة الموجودين في مصر باعداد كبيرة؟ وهل الحضارة المصرية اصلها افريقي زي ما بيقولوا؟ طيب المصريين الحاليين هل هم فعلا اولاد الغزاة ومش اولاد الفراعنة؟ وايه خطورة السكوت عن الموضوع ده؟ وكل الاسئلة دي هنعرف الاجابة عنها في حلقة النهاردة من تعال هقولك. الافروسنتريك او المركزية الافريقية هي حركة نشأت في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين. الحركة دي ليها مجموعة مبادئ، ومنها ان الحضارة الغربية طمست دور الحضارة الافريقية في العالم، ومش بس كده، ده الحضارة الافريقية هي الحضارة الاعظم، والدليل على كده هو الحضارة الفرعونية واللي هي حضارة افريقية في الاصل، وان الفراعنة افارقة سود مش بيض. وعلشان الموضوع يكمل، فبالتالي المصريين أصحاب البشرة الفاتحة الموجودين في مصر حاليا مش هم أصحاب الحضارة، وإنما دول أولاد الغزاة اللي جم مصر. مش بس كده، دول كمان بيقولوا إن البيض الأوروبيين أصلا عندهم نقص في الميلانين، وده اللي بيسبب اللون الغامق للبشرة، وإن الحضارة اليونانية اللي هي أصل حضارة أوروبا مؤسسيها هم المصريين الأفارقة، وبالتالي كل حضارات العالم أصلها أفريقي فرعون. الحركة دي أسسها مثقفين أمريكيين من أصل أفريقي، وفضلت الحركة ملهاش وجود إعلامي ظاهر لغاية سنة 1991 لما انتشر فيديو كليب الأغنية لمايكل جاكسون اسمها Remember the Time. الأغنية دي ظهرت فيها نفرتيتي الملكة المصرية والمصريين القدماء ببشرة سمراء، وأيامها مفيش ناس كتير اهتمت بالموضوع. مؤخرا أعلن الممثل الكوميدي كيفن هارت عن زيارة لمصر لأداء عرض ستاند اب كوميدي في الأهرامات، بس خرجت دعوات على السوشيال ميديا من المصريين بالطالب بإلغاء الحفل، وفعلا تم إلغاء الحفل. المركزية الأفريقية أو الأفروسنتريك هي حركة مضادة للعنصرية الأوروبية، وكأنها أرادت ترد على عنصرية الأوروبيين ضد الأفارقة، وإنهم كانوا بيتخذوهم عبيد وبيقتلوا فيهم بدم بارد، لدرجة إن في فترة من الفترات كان الأوروبيين بيحطوا الأفارقة في أقفاص علشان الناس تتفرج عليهم. فحبوا يعلوا على الأوروبيين ويقولوا إنهم أصل الحضارة في العالم، وإن الجنس الأفريقي هو الجنس اللي علم البشرية كل العلوم، وطبعا مفيش أعظم من الحضارة المصرية في أفريقيا علشان الأفارقة يفتخروا بيها. ولما كانت بشرة المصريين مش سمرة زي الأفارقة، قالوا خلاص يبقى الموجودين دول على أرض مصر مش أحفاد الفراعنة، وإنما دول أحفاد الغزاة، وإن الأفارقة الفراعنة تم طردهم من مصر. ودي هتبقى مقدمة في يوم من الأيام إن الأفارقة يدخلوا مصر ويحكموها بحجة إن دي أرض أجدادهم وحضارتهم. عموما دي مش أول مرة حد يحاول ينسب الحضارة الفرعونية العظيمة لنفسه، وسبقها قبل كده محاولات كتيرة جدا، منها مثلا المحاولات الأرمينية اللي بتقول إن الملكة نفرتيتي أرمينية الأصل مش مصرية، وإن الملك أمنحتب الرابع اتجوز الأميرة الأرمينية توتو خيبة المعروفة في مصر باسم نفرتيتي، واللي جت مصر للزواج من والده أمنحتب الثالث قبل وفاته. وعندنا كمان مزاعم اليهود اللي بيقولوا إن أسلافهم هم اللي بنوا الأهرامات خلال فترة استعبادهم في مصر القديمة. الجميل في الأمر ده كله إن في باحثة اسمها مارجريت كاندن كان موضوع بحثها إنها تنقي 3 فصائل جينية في العالم: الجنس الآري اللي هم الألمان، والجنس السامي اللي هم اليهود، والمصريين. وكانت المفاجأة في الدراسة دي غريبة جدا، منها إن الجنس الآري اتغير كتير جدا عبر العصور وما بقاش جنس نقي، أما الجنس السامي اليهود يعني فهم مش جنس أصلا، لأن اليهود ألمانيا عندهم جينات الألمان، ويهود فرنسا عندهم جينات الفرنسيين، ويهود أفريقيا عندهم جينات الأفارقة. المفاجأة بقى إن الجنس المصري هو الجنس الوحيد اللي جيناته نقية بنسبة 97%، والباحثة شبهت الجنس المصري بالبحر، أو أي حاجة بتيجي عليه بتدوب جواه. الخلاصة يا عزيزي إن حركة الأفروسنتريك بذاتها مش حركة مقلقة للمصريين، زيها زي كل الحركات اللي كانت بتنسب الحضارة الفرعونية لنفسها، بس الأفروسنتريك تحديدا بتكتسب قوتها من الدعم الأوروبي ليها عن طريق تقوية حركتهم ونسب الحضارة الفرعونية ليهم. ده شيء مش هيضر أوروبا في حاجة، إنما هيضرنا إحنا كمصريين. هنفضل ندافع عن مصر وهوية مصر وحضارة مصر لآخر يوم في عمر آخر مصري، ومش هنسمح لأي حد إنه يحاول يقرب من هويتنا أو حضارتنا أو أرضنا. وهتفضل الحضارة الفرعونية العظيمة شاهدة على عظمة مصر والمصريين لآخر يوم في عمر البشرية. تحياتي.